حبايب قلبي في كل مكان، يا رب تكونوا بخير. النهارده جايبه لكم اكله جميله ولذيذه. مفيش حد في مصر مش بيحبها. النهارده جايبه لكم طريقه عمل الكوارع، هنعملها مع بعض بطريقه سهله وبسيطه، وهتاكلي صوابعك وراها. شوفي الجمال بتاعها، بتفرجي على شكلها بس كده هتحبيها لو انت ما بتحبهاش. يلا بينا كده نحط لايك للفيديو، واللي بيشوف القناه اول مره يشترك فيها ونشوف الطريقه. انا مسكت طبعا الكوارع بتاعتي، غسلتها بملح وخل وليمون كويس جدا جدا جدا. دلوقتي في عندي جزء بياكل الكوارع وجزء مش بياكل الكوارع، فهنعمل جنبنا كده ايه بطايه حلوه كده. هحط الميه على النار تغلي، ومجرد الميه ما تغلي هنزل فيها البطه كده بالكبده والقنصه بتاعتها. طبعا هنعمل ده وده مع بعض في نفس الوقت. بس الاكله الاساسيه بتاعتنا والفيديو الاساسي بتاعنا النهارده هو الكوارع. بس عندي جزء في البيت مش بياكل الكوارع، فقلت اعمل لهم جنب كده ايه البطايه دي. حطيت البطه كده في النار بقى، وهسيبها مش هاجي يمها خالص الا لما الشوربه او الميه بتاعتها دي تغلي خالص، وهنشوف هنعمل فيها ايه. جبت حله كده حطيتها على النار علشان نعمل فيها الكوارع. طريقتها سهله جدا وبسيطه، وفي نفس الوقت طريقه لذيذه جدا جدا. عايزاكي وانتي معايا كده متنسيش تحط لايك للفيديو، واللي بيشوف قناه طبخه اسهل مع امل لاول مره يشترك فيها. هنجيب كده معلقتين من الزيت في الحله بتاعتي، مش كتير. طبعا غسيل الكوارع او الكرشه او الطيور، اي حاجه من دي بتعمليها بيبقى الغسيل بتاعها مهم جدا جدا جدا، ان انت تغسليها كويس وتنقعيها مره واتنين وعشرة بخل وملح وليمون ولورا والكلام ده كله، بيبقى مش بيخلي ريحتها زفره وبتبقى جميله. انا هجيب معايا ايه 5-6 حبات كده من الفلفل الاسمر الحب، وورقتين من اللورا، وهحطهم في معلقتين الزيت اللي هم على النار. وطبعا البوتاجاز والع. جبت الكوارع بتاعتي كده، صفيتها من الميه كويس، ونزلت بيها ايه رصيتها في الحله كده جنب بعضها. بصوا ما شاء الله عليها زي القشطه. نزلت بقى كده على معلقتين الزيت واللورا والفلفل اللي هو الاسمر، بس ما يكونش ناعم، يكون يعني حب زي ما هو كده مش مسحون. رصيتها كده وهسيبها بقى ايه تاخد كده ايه تشويحه مع نفسها، وهروح واجي ان انا اقلبها كده عشان تتشوح في الكلام ده. الحاجه دي بتديها ريحه حلوه قوي قوي قوي، وبتديها نكهه حلوه وطعم حلو. طبعا الحله اللي جنب اللي فيها البطه ابتدت تغلي جامد، انا عايزاها تغلي جامد عشان اشيل الريم اللي على وشها، وبعد كده احط لها الحاجات اللي هي محتاجاها عشان تديني برضو شوربه جميله. بعد ما غلت كويس بشيل طبعا الريم اللي على الوش كله كده، عشان دي اهم حاجه ممكن تعمليها في عمل لحمه او بطه او فراخ او اي نوع من انواع اللحوم. لازم الريم كل اللي على الوش ده يتشال. وعلى فكرة مهما كنتي انت غاسلة الطيور بتاعتك او غاسلة اللحمة، لازم لما بتتحط على النار وتغلي بتعمل اللي هو الريم ده. بسيبها تغلي مرة واتنين وتلاتة، وبشيل من عليها واسيبها تغلي مرة كمان. لو لقيت عملت تاني بشيل تاني لحد ما يبقاش عليها اي حاجة خالص. كده ما عادش عليها اي حاجة خالص، وبتغلي معايا جامد على البوتاجاز. جبت بقى بصلة مقطعاها شرايح وطماطم مقطعاها شرايح، وحطيتها فيها كده. انا مش بنحب اللحمة او البط او الكلام ده نضرب الطماطم بتاعته في الخلاط، بحب احطها شرايح كده. وجبت برضو ورقتين من اللورا وحطيتهم معاها، معلقة ملح بقى ومعلقة فلفل اسمر، وتبقى هي كده خدت كل الحاجات اللي هي محتاجاها. مش هنعمل اي حاجة خالص غير ان انا هنغطي عليها ونسيبها بقى تستوي مع نفسها، وكل مدى كده نروح ونيجي نبص عليها علشان ما تتهريش مني.
هنخش بقى على الحاجة الأساسية بتاعتنا اللي هي الطبق الرئيسي اللي معانا النهاردة، وهي الكوارع. هنشوفها عملت ايه. هقلبها كده بقى ايه على الجنب التاني. بصي ابتدت بقى ان هي تتشوح وتاخد لون كده من تحت. الطريقة ديت بصي بتديكي نكهة حلوة قوي لطعم الكوارع. التشويحة اللي في الاول دي مهمة جدا جدا، حلوة قوي. هقلبها كلها كده على الجنب التاني عشان تاخد لون زي بعض وتتشوح كلها من كل الجناب. بعد ما اتشوحت من كل الجناب كده وخدت لون من ناحيتين، معلقة واحدة او نص معلقة من الخل وهرشها عليها. التكاية ديت مهمة جدا جدا في عمل الكوارع جدا. رشيت عليها معلقة من الخل كده زي ما انت شايفة، وهقلبها كده اهو مرة واتنين وتلاتة. مجهزة معايا هنا بصلتين مقطعهم شرايح، طماطمين شرايح، معايا قرن كده من الفلفل الاخضر غسلاه ومنضفاه، ومعايا ورق لورا، وفضيت كل الكلام ده عليها. هوزع عليها كده زي ما انت شايفة، وهي على الناشف زي ما هي كده. يبقى طماطمتين او 3 حسب كمية الكوارع اللي انت عاملاها، بصلتين، واحدة فلفل اخضر اللي هي الشطة الخضراء، وورقتين من اللورة، وحطيت كل الكلام ده عليها ووزعته زي ما انت شايفة كده. هغطي عليها بقى وهسيبها تاخد وتدي مع نفسها كده، ما حطيتش ميه ولا اي حاجه اهو. هسيبها تتشوح وتاخد وتدي كده مع الحاجات دي. بصي اهو اتشوحت كده وخدت ودت مع الحاجات دي، الحاجات كلها دابت دوب معاها اهي. انا لحد الان لسه ما حطيتش عليها ميه خالص. هنا بقى هحط الميه بعد ما اتشوحت مع الكلام ده كله والحاجات دي كلها دابت في التشويحه. ابتديت ان انا ازودها الميه، مش هحط ميه كتير، هحط ميه كده يا دوب يعني تبقى مغطياها. وهروح واجي ابص عليها، طبعا حطيت لها الملح بتاعها. هروح واجي ابص عليها اللي لقيتها محتاجه ميه تاني او لسه ما استوتش او كده، بزودها واحده واحده. هنشوف هنا البطايه بتاعتنا برضو عملت ايه. هنقلبها كده على الجنب التاني برضو. الشوربه بتاعتها بصوا بقت جميله اهي ما شاء الله. قلبتها بصوا ما شاء الله على الشوربه بتاعتها، يعني ما شاء الله. معانا النهارده نوعين من الشوربه، شوربه البط وشوربه الكوارع، الاتنين بصراحه ما يتسووش. تعالوا بقى نبص الله على الجمال. تعالوا نبص على الكوارع. بصوا وهي بقى بتغلي كده وتاخد وتدي مع نفسها. مش عايزاكي تكتري الشوربه علشان يبقى فيها فايده وتبقى طعمها حلو ولذيذ، يعني مش تروحي تملي الحله على خيرها وتقولي عشان تبقى شوربه كتير، لا. كل ما بقت قليله كل ما بقت تقيله وحلوه، ويبقى فيها فايدة وفيها غذا، وبيبقى طعمها كمان جميل اكتر ما بتبقى خفيفة. شفت الجمال. وادي البطة برضو خلصت اهيت. يبقى كده معانا البطة استوت ومعانا الكوارع استوت. طيب في مرحلة تانية هنعملها مع الكوارع. انتي كده هي استوت وبقت 10/10. حابة ان انتي تغرفيها وتقدميها على كده وتتاكل على كده زي الفل. في ناس بتحبها زي ما هي كده. طيب في ناس بقى بتحبها متحمرة. انا من الناس اللي بحبها متحمرة. هطلعها كده ارصها عندي في صينية او في تيفال او في بيركس او اي حاجة تخش النار. هرصها كده فيها وهدخلها الفرن بتاع البوتاجاز وهولع عليها، لان انا حباها متحمرة. في ناس بتحبها كده زي ما هي كده من غير تحمير، فتقدري توقفي عند الخطوة ديت وتقدميها بألف هنا وشفا من غير ما تحمريها. فضيت عليها الشوربة بتاعتها كده زي ما انت شايفة كده. بصي يا جماله. هاخدها بقى زي ما هي كده بالبيركس بتاعها ده، وهبتدي ان انا ادخلها تحت الشواية في فرن البوتاجاز عشان تاخد لون. طبعا بعد ما بتاخد اللون بتبقى برضو حاجة تانية خالص. رشيت عليها رشة صغيرة كده من الفلفل الاسمر، لان انا طبعا حاطه لها كل اللي هي محتاجاه في الشوربة.
حاجة بسيطة كده على الوش من الفلفل الاسمر. دخلتها تحت الشواية، ما خدتش 5 دقايق وطلعتها. وطلعت البطة برضو حطيتها في بياريكس وحطيتها تحت الشواية مع الكوارع، اتحمروا الاتنين مع بعض وطلعوا بنفس الجمال والشكل اللي انت شايفاه ده. عملت جنبهم برام رز كده في الفرن جميل، رز ابيض. بصي البطة كمان خدت اللون الجميل اهي تحت الشواية، بسم الله ما شاء الله يعني جميل. وبرام الرز حطيناه في الفرن جنبنا، وادي الكوارع، شايفه اللون وشايفه الجمال. وهي دي كانت طريقه الكوارع معانا النهارده، اتعملت بمنتهى السهوله. عايزه اقولك ريحتها ترد الروح، طعمها بصراحه كان لذيذ. جربي الطريقه دي وان شاء الله مش هتندمي عليها، وقولي لي كده في الكومنتات انك جربتي الطريقه ديت، قولي لي طلعت لذيذه ولا لا. شفتي ما شاء الله اللون؟ بصي تقدميها كده على السفرة بتاعتك، اللون يخطف النظر. احنا عارفين ان العين بتاكل قبل البق ما شاء الله. يعني الحاجة اما تبقى قدامنا حلوة وشكلها حلو وشيك كده، بتفتح النفس ان انتي تاكلي. حتى لو في حد مش بياكل الحاجة دي، بيبقى نفسه ان هو يجربها من جمالها. واشوفكم في فيديوهات جاية جديدة ان شاء الله.